السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. إذا إن شاء الله في هذه الحلقة سأريكم طريقة حل مشكل ملفات DLL، وذلك تلبية لأغلبية المتتبعين على الفيسبوك يسألون عن طريقة حل لهذا المشكل. فمثلا عندما تريد تشغيل برنامج أو لعبة على حاسوبك يعطيك إيرور ثم اسم ملف DLL. وإن شاء الله في هذه الحلقة سنتطرق إلى طريقة فك هذا المشكل. إذا كل ما عليك هو الدخول إلى هذا الرابط الذي سأتركه أسفل الفيديو، ثم تقوم بالبحث هنا في هذا الموقع. قبل ذلك كما تشاهدون هنا أحبابي في الله، هذه هي أغلبية ملفات DLL التي نواجهها أثناء تثبيت برنامج أو تشغيل أي لعبة. مثلا هنا أنا أواجه مشكل هذا الملف، سأقوم بكتابة اسمه وأضغط هنا على Recherche. وكما تشاهدون أحبابي في الله هنا ريزولتا أي النتائج. إذا سأقوم بالضغط هنا على هذا الملف، ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل. وكما تشاهدون هنا أحبابي في الله، هذه هي الواجهة التي يعطينا أي برنامج أو أي لعبة نريد تشغيلها. إذا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم نضغط هنا على التيليشارجمون، ثم سنقوم بتحميل هذا الملف. نضغط هنا على OK. إذا فقد تم تحميل هذا الملف، نقوم بجلبه إلى سطح المكتب. إذا سوف نقوم بتثبيته أو إدخاله في النظام. إذا كل ما عليك هو الدخول هنا إلى أورديناتور، ثم نضغط هنا على ديسك لوكال سي. بعد ذلك أحبابي في الله نضغط هنا على ويندوز، ثم نبحث عن سيستم. إذا سوف نقوم بكتابة بالضغط على الزر S الحرف S، وكما تشاهدون هنا سيستم سنقوم بالضغط عليها. وكما تشاهدون هنا أيضا جميع الملفات DLL التي توجد بالنظام. إذا سأقوم بجلب هذا الملف إلى هنا، ثم نضغط على Continue وننتظر تثبيته. إذا كما تشاهدون فقد تم تثبيته على النظام، وبعد الآن لن تواجه أي مشكلة مع هذا الملف. فأثناء تشغيلك لأي لعبة وتواجه مشكل إيرور ثم اسم هذا الملف، كل ما عليك هو الدخول إلى هذا الموقع هنا أحبابي في الله، ثم تقوم بكتابة هذا اسم هذا الملف وتضغط على تيليشارجي كما رأينا سابقا. إذا أحبابي في الله، أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، فلا تنسوا الضغط على زر لايك وأيضا وضع تعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وزيارة مدونتنا محترفي النت. وأشكركم على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.